السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم قناة شهد الكلام. فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل حتى يصلك كل جديد. النهاردة عايز أكلمكم عن حكايتي مع أبويا اللي كتبت فيه قصيدة، وهي إن شاء الله أنا هقولها النهاردة في الفيديو ده. أنا هقول لكم على قصيدة كتبتها في أبويا. يعني أبويا الله يرحمه كان راجل طيب أوي، كان يعني أقل لقمة تكفيه وأقل كلمة ترضيه. طبعا أيام زمان كانت الناس بتخلف وخلاص، ما كانش بقى حاجة اسمها تخلف لك اتنين تخلف لك تلاتة كده، لأ. كانت بيخلفوا لأن احنا ناس في قرية وفلاحين، وما كانش حد بيؤمن بموضوع يقول لك كل عيل وله رزقه، والعزوة حلوة وفلاحين بقى. فأبويا كان وحيد، يعني ما كانش حد معاه بيساعده، كان هو لوحده بيربي كام واحد، مخلف كذا ولد، كان كذا بنت وكده يعني. بس انا كنت الكبير في اخواتي يعني، فانا اللي عاصرت ابويا وعشت مع ابويا اطول فتره في حياه ابويا، يعني قبل ما يتوفى، بما ان انا الكبير يعني. فابويا كان راجل طيب قوي، ما كانش تفرق معاه حكايه ياكل ايه او يشرب ايه، ما تفرقش معاه ان كان غني او فقير. ملوش طبعا في قعده اللمه وشغل الشباب والحاجات ديت. في شبابه ما كانش له في الكلام ده، كان شغال 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 بس. كان راجل طيب قوي، خاف من الحرام جدا، كان اول حاجه يخوفني منها الحرام و... وكان يقول لي ما تتكلمش، ما اجيبش سيره الناس، ولو كنت اقول له فلان او علاني يقول لي حرام عليك ما تجيبش سيره حد، داعي الملك للمالك. آه... كان راجل عفيف جدا، كان راجل عفيف قوي، كان يعني عينه في الارض، ما كانش يرفع عينه كده في واحده ولا في اي حد. ما كانش، وكان متواضع جدا جدا جدا، كان متواضع جدا يعني. مالهوش في البهرجة بتاعت الدنيا وحاجات كده، هو ما يفرقش معاه الدنيا جايبة ايه، لا غني ولا فقير، ولا يفرق معاه اي حاجة خالص. كان يعلمني عزة النفس والحياء واحترام الكبير وحتى احترام الصغير، وان انا اتكلم حلو، ما اقولش كلام وحش، والبذاءة كان يكره جدا الكلام البذيء. فانا كبرت على الحاجات ديت في حياتي مع ابويا، فتاثرت بيه جدا يعني. فانا كنت يعني وانا قاعد كده حبيت اعدد الحاجات اللي انا اتعلمتها من ابويا، قلت اسجلها في قصيده عشان تعيش معايا العمر كله. فانا بشارككم فيها، واتمنى ان هي تعجبكم، ولو عجبتكم تشوفوا تقولوا لي في التعليقات يعني ايه رايكم في القصيده، وايه رايكم في الكلام اللي بيتقال في القصيده ده. هل هو فعلا حقيقه الدنيا، ولا انا كنت مثلا بقوم ببالغ شويه في، شوف كده يعني، إن كان كلامي دي في مبالغه، ولا هي دي الحقيقه اللي المفروض الناس كلها تبقى كده، ولا ايه بالظبط. المهم انا بقول بقى القصيده، بقول فيها ايه بقى، هي بعنوان علمنا ابويا. فبقول ايه: علمنا ابويا اكل حلال واشرب حلال، وخلي بالي من امي وخلي بالي من العيال. علمنا ابويا اكل حلال واشرب حلال، وخلي بالي من امي وخلي بالي من العيال، واعيش كده على قد حالي ولا مد ايدي بالسؤال. وكان يقول لي انت الكبير، انت السند، وكل اخواتك بنات وانت الولد. وكان يقول لي انت الكبير، انت السند، وكل اخواتك بنات وانت الولد. طب شد حيلك ويا ابوك، خليني افرح بيك يا واد. لو جيت معايا ايدك في ايدي هجوزك قبل الميعاد.
طب شد حيلك ويا ابوك، خليني افرح بيك يا واد، لو جيت معايا ايدي في ايدك هجوزك قبل الميعاد. وكان يقول لي احفظ لسانك، صونه يا ابني واحكمه، اصل اللسان زي الحصان لازم يا ابني تلجمه. علمنا ابويا الزم حدودي في المعاملة، وكان يقول لي في الحقوق مفيش مجاملة، ادي الحقوق وكمان حقوقك خدها كاملة، ده الحق هو الحق ربك في السماء، ده الحق هو الحق ربك في السماء، ومهما كان الحق يا ابني صاحبه أولى. علمنا أبويا إن الوطن مش الرئيس، علمنا أبويا إن الوطن مش الرئيس، أصل الوطن يفضل وطن جوه النفوس، لا تقدر انت تعوضه ولا تشتريه كده بالفلوس، أما الرئيس بيروح ويجي عليه رئيس. علمنا أبويا أزرع سنابل خير ونور، علمنا أبويا أزرع سنابل خير ونور، ومش مهم أجمع حصاد في دنيتي، أستنى يوم الجمع جنة ربنا فيها القصور. علمنا أبويا أغض بصري عن الحرام، وأعمل حسابي قبل ما أنطق بالكلام، ما أجيبش سيرة حد وأبعد عن نميمة، وما أقولش أبدا عندي كام وده عنده كام. علمنا أبويا أصلي الفرض طول اليوم بفرضه، علمنا أبويا أصلي الفرض طول اليوم بفرضه، مرفعش عيني للسما غير في الدعاء، أصل السما فيها الإله والأرض أرضه. علمنا أبويا إزاي أعيش اليوم بيومه، وإن الغني في الدنيا دي زي الفقير، والموت يا ابني ما يفرقش بين صغير أو كبير، ودي يا ابني حكمة ربنا، والقدر ملناش نلومه، ودي يا ابني حكمة ربنا والقدر ملناش نلومه. علمنا أبويا العفة والذوق والحياء، علمنا أبويا العفة والذوق والحياء، علمني أصبر وبرضا عند البلاء، وكان يقول لي إن الحياة دي مدرسة، خدها ببساطة وعيشها من غير فلسفة، ولو هانت عليك نفسك تصغر في عين الأغبياء. علمنا أبويا كتير حكم، ما هو أصل أبويا كان حكيم، مع إنه ممسكش القلم ولا كان عليم. علمنا أبويا كتير حكم، ما هو أصل أبويا كان حكيم، مع إنه ممسكش القلم ولا كان عليم. كان في الحساب يحسبها أحسن بالدماغ، كان في الحساب يحسبها أحسن بالدماغ، ويجيب ألوف بعد الألوف ما يسيبش ساغ. كان في الحساب يحسبها أحسن بالدماغ، ويجيب ألوف بعد الألوف ما يسيبش ساغ، وكل ده بالموهبة وجدول الضرب القديم. ما هو أصل أبويا كان حكيم، علمنا أبويا كتير حكم، ما هو أصل أبويا كان حكيم. عايزكم بقى إيه يعني تشوفوا هل فعلا الصفات دي بتبقى موجودة في الناس القديمة، والحاجات دي أنا عشتها فعلا مع أبويا، والله واقع وحقيقة، كل كلمة كنت بقولها في القصيدة دي أنا بس نظمتها في أبيات وخلاص، إنما الكلام ده كنت بتعلمه فعلا من أبويا، واقع حي. كل ما في الأمر إن أنا قدرت إن أنا أطلع الكلام ده في شكل قصيدة. فوالله نفسي تشاركوني في رأيكم في القصيدة دي، وتقولوا لي إيه رأيكم، وهل يا ترى لسه موجود الكلام ده ولا الزمن اتغير ولا إيه بالظبط يعني. ولو إن أنا شايف يعني
إن الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. ففضلا وليس أمرا، اللي معايا لحد دلوقتي وسمع للآخر يعمل لي لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس أمرا، يفعل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.